وش تحتاج الشركات الناشئة والمتوسطة عشان تنجح؟ جميل، سؤال جدًا مهم. اليوم سوقنا سوق متسارع بعد رؤية سمو سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان. صار السوق جدًا متسارع بجميع القطاعات، سواء القطاع الحكومي، الهيئات، الجهات أو القطاع الخاص. فاليوم الشركات إذا ما كان عندها تسارع في النمو حتواجه مشاكل، وحتكون في محطات وقوف معينة. فاليوم الشركات تحتاج إلى استراتيجيات خاصة بالنمو. اليوم الشركات لما تكون ناشئة وتكون شركات متوسطة تحتاج إلى إعادة هيكلة الاستراتيجيات، بناء استراتيجية واضحة، عندها رؤية واضحة، عندها أهداف واضحة، عندها مؤشرات أداء واضحة عشان تقدر تنمو بشكل كويس. اليوم عندنا عدة مسارات لنمو الشركات. المسار الأول إنه الشركة تتوسع في المنتجات، تفتح أسواق جديدة، تتوسع في خفض التكاليف، يعتبر من أنواع التوسع والنمو برضه. المجال الثاني إنه تستحوذ على شركات ناشئة أخرى بغرض التوسع وفتح الأسواق الجديدة. فهذه أهم الركائز اللي تحتاجها الشركات الناشئة والمتوسطة. اليوم زي ما قلنا سوقنا متسارع، يحتاج إلى إنه حنا نتغير. فاليوم حنا في ستدي بيس نساعد ونساهم الشركات، أو نساعد الشركات وندعم الشركات إنه تتغير وتطور الأفضل وتقدر تنمو بشكل متسارع يتنامى مع السوق السعودي اللي قاعد يكبر. وعلى فكرة السوق السعودي يعتبر من أكبر الأسواق على مستوى العالم في النمو. فأنت اليوم إذا كنت لاعب في السوق السعودي ما تنمو بنفس التسارع هذا حتكون خارج السرب.